بطل روايتي يحب يشرب القهوة، بس بسببها صار عنده مشاكل بالنوم، بس ما عرف كيف أبرز هالشي على مدار القصة. السؤال تحفة، وأنا عندي الإجابة. خليني أوريكي بقى تبينيها ازاي. أنا بس هقسم السؤال نفسه لحتتين. دلوقتي انتي قلتي ان هو بيحب يشرب القهوة، صح؟ لازم احط في دماغي بقى وانا بكتب ان هو طالما بيحب القهوة يبقى مثلا بيفهم في انواعها، بيعرف يعملها، بيحب يشربها من اماكن معينة. ودي حاجات ممكن تذكريها في اي وقت بقى في الرواية على حسب المشاهد بتاعتك. الحاجة التانية ان هو عنده مشاكل بالنوم. طيب، ممكن نقولها صريحة، ممكن نقول مثلا الآثار اللي ترتبت على ان هو مش عارف ينام، صح؟ ودي تكون احسن بكتير. يعني مثلا ان هو بيكون عصبي خاصة الصبح. ليه؟ لان هو ما بيكونش نايم طول الليل. ممكن يكون بينام في اوقات عشوائية، او مش عارف ينام مثلا لحد الفجر، فتلاقيه تاني يوم بينام بعد الظهر وهكذا. بيكون عنده هالة سودة، بيكون مش مركز لحد ما، وهكذا. طيب، فكرة ان انا اقول الكلام باسلوب دايركت قوي، مباشر، ما بيكونش احسن حاجة، وانا ما افضلهاش خالص. اتمنى انك تبعدي يعني. بشكل مباشر شبه ايه يعني؟ ان هو مثلا حوار، خلينا نقول بطل روايتك دلوقتي اسمه عامر، حلو، فهو ما يقولهاش مباشرة كده: اشرب القهوة كثيرا لذا يصيبني الارق. لا، لا، لا. او ان هي تتقال مباشرة برضو في السرد، ان هو يشرب عامر القهوة طوال الوقت لذا كثيرا ما يصيبه الأرق فيسهر طوال الليل. تحسي ان ناشونال جيوغرافيك هي اللي بتتكلم. اسلوب المباشر مش بيكون احسن حاجة في الرواية. طيب، اعمل ايه بقى؟ حاجة من الاتنين: يا اما انا استخدم حاجة تكون سيمي دايركت، يعني انا في حاجة جزئية اللي هو انا بقول جزء بشكل مباشر وجزء بلمح له، او ان هي تكون كلها